بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. أحداث الجولة 25 من دوري نجوم العراق. هنا استاذ الراحل شرار حيدر يضيف مباراة الكرخ والميناء. الكناري يضيفون هذا اليوم السفانة في مباراة صعبة على الميناء في رحلة صعبة إلى بغداد لمواجهة فريق نادي الكرخ. للتذكير، مباراة الذهاب انتهت ما بين الفريقين لصالح الكرخ هنالك في البصرة بهدفين مقابل لا شيء بثنائية يونس حمود. العين على الإياب، الكرخ الطامح لتصحيح المسار والنهوض بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام القوة الجوية بهدف مقابل لا شيء، وهو يقف في المركز الثامن ب38 نقطة في انتظار تعثر لزاخو أمام دهوك وانتصار في هذه المباراة للتقدم إلى المركز السابع رسميا. في الجانب المقابل، الميناء القادم من تعادل في ملعبه أمام دهوك في الجولة الماضية يقف في المركز الرابع عشر ب28 نقطة، طموح الانتصار ويطمح لتحقيق الفوز الثامن له هذا الموسم والوصول إلى النقطة 31 في انتظار تعثر للغراف للموصل لضمان المركز الثاني عشر، خصوصا أن النفط تعادل مع الطلبة من دون أهداف. إذن أيها الأحبة، أيها المتابعون، نحن وإياكم في هذه اللحظات ننتظر انطلاق هذه المباراة. هنا تشكيل الفريقين على الشاشة وخيارات مدرب الميناء سيد حسين عبد الواحد. يدخل بعبد السليم حماد في حراسة المرمى، عباسياس إبراهيم كونتي، مجتبى علي وتويسيلا كيسندا في خط الدفاع، كليتش لوفيلو، مرتضى علي وأحمد محمود في الوسط، رضا ماجي وكذلك مهند عبد الرحيم الكناري العائد إلى البيت الذي انطلق منه أولا لأفضل لاعب شاب في آسيا وهداف الدوري مع الزوراء والقوة الجوية، وياسين عدنان سامية هو اللاعب 11 في تشكيل. العوائل الكريمة حاضرة هنا في هذا الملعب الجميل الذي يتمتع بأرضية ملعب ذات جودة عالية جدا من بين ملاعب دورينا دائما وأبدا. البنى التحتية هنا في الكرخ مميزة. في الجانب المقابل ندخل إلى تشكيل السيد أيمن الحكيم المدرب السوري الحكيم في خياراته. يدخل بمحمد شاكر في حراسة المرمى، حسين محسن على اليمين، مجتبى صالح على اليسار، قلبي الدفاع محمد مصطفى وديوري ياكوبا النيجري، يونس غني رفقته اليوم فاي السنغالي، وحيدر أحمد سالم في الوسط، محمد خالد كوفي، يونس حمود هداف الفريق، وحسين زياد في الخط الأمامي. هنا السيد أيمن الحكيم 66 سنة لصاحب 24 من ديسمبر 59 تاريخا للميلاد في مدينة دمشق العاصمة السورية الحبيبة. يتواجد للموسم الثالث في دوري نجوم العراق، وبعد نجاحاته في نادي القاسم يواصل النجاح هنا في الكرخ رفقة عادل ناصر شكرون الذي سجل في هذه اللقاءات. أمامك حسين عبد الواحد 41 سنة لمدرب شاب في بداياته، والأنظار هنا على صاحب 11 هدفا يونس حمود. هذا عباس ياس، عيون بصرية تترقب انطلاق المواجهة ودعوات من قلب الرمادي هنا في بغداد لهذا الحارس. وفي الجهة المقابلة بند الاحتراف لألون فاي. الكل يدعو قبل أن تنطلق هذه المواجهة، أمنياتنا بالتوفيق لكلا الفريقين، والقائد بصبغة بابلية لكناري الكرخ يونس غني، وأمامك القيدوم محمد شاكر، هذا الحارس الذي يعتمد عليه في كثير من المباريات نادي الكرخ هذا الموسم. الأنظار على حكم المباراة من محافظة المثنى مهند مناف، حكم الدرجة الأولى، سيضبط الأوضاع قبل النظر إلى الساعة ليعلن عن بداية وانطلاق هذا اللقاء الذي الكل يترقب فيه. لتذكير، الكرخ الأعلى كعبا في هذه المباراة، 17 انتصارا للكرخ من أصل 43 مباراة تواجه فيها الفريقين. وهنا أمامك أنظار مرتقبة أو ديوري ياكوبا اليوم فاي. الكل يترقب انطلاق هذه المباراة. إذا ملعب الكابتن شرار حيدر الاسم اللامع هنا في الكرخ، وينتظرون انطلاق المباراة لفريقهم الذي
ينتظر منه أن يغرد مرة أخرى في سماء العاصمة الحبيبة بغداد بانتصار جديد. على بركة الله تبدأ المواجهة أيها الأحبة، وهنا الكرة التي تلعب في وسط الملعب تنقل إلى الأمام، رأسية حاضرة وكرة تلعب في الخلف، عملية تناقل كرات، البحث دائما وأبدا عن الزملاء. ديوري ياكوبا النيجري يبحث عن زميل الأقرب حيدر أحمد سالم، محاولة ضبط الإيقاع في وسط الملعب في مباراة مهمة جدا. أندريا صناطي صاحب أسرع هدف في المواجهات أتى في الدقيقة 51 في الموسم الماضي. هنا الراية والتسلل. هل نعبر هذا الوقت لنذهب إلى هدف مبكر لمهند عبد الرحيم كرار أيضا في الدقيقة الثانية من مواجهات الفريقين. هنا الكرة التي تلعب والمحاولة التي تصل في موسم 2011-2012 يوم فاز الميناء 2-1 بهدفي محمد جبار، وهدف الكرخ كان عن طريق مهند عبد الرحيم، أو لا في 1-1 مهند سجل أسرع يعني. عبرنا الدقيقة الأولى، مهند في 1-1 سجل أسرع هدف عفوا، يومها أيضا محمد عدنان سجل للميناء ومهند عبد الرحيم سجل للكرخ. وهذه الكرة تلعب من الخلف، يونس غني تنقل عالية إلى الأمام، الرأسية عباس ياس مرتضى علي، محاولة مرة أخرى في كرة تنقل، عباس تلعب مرة أخرى وتنقل لمن في انتظار الزملاء في انتظار التقدم، مجتبى صالح لاعب مميز، ظهير أيسر يواصل التألق هنا في الكرخ بداية من نادي القاسم. سين زياد عملية الانطلاق والمحاولة والكرة إلى ركنية، أو حكم المباراة يعود إلى الحالة الأولى، حالة الخروج إلى الجانب. مع هذه المباراة مباراتين تقام الآن في ملعب فرانسا حريري، قمة المحافظة لدهوك. هنا السيد أيمن الحكيم المدرب السوري صاحب أعظم إنجاز لسوريا، ملحق مونديال 2018 أفضل نتيجة للمنتخب السوري في تاريخ التصفيات، يومها غادر أمام المنتخب الأسترالي منتخب سوريا. آمالنا ودعواتنا لمنتخبنا في مواجهة بوليفيا صبيحة يوم الأربعاء. هذه كرة تلعب الآن مرة أخرى، مجتبى صالح حوار وأحمد محمود إبعاد الكرة، كهرباء والموصل في ملعب دهوك، ودهوك وزاخو على فرنسا وحرير تقام المباراة. هنا السيد حسين عبد الواحد مدرب الذي يأتي هنا خلفا للسيد لؤي صلاح. حسين عبد الواحد، محاولة وكرة تلعب مرة أخرى فيها نقلة إلى الأمام، عملية التدخل، محاولة الإبعاد، مجتبى صالح يغير في اتجاه اللعب، فرصة للكرخ لأول تغريدة للكناري، لأول بداية للكناري الكرخ، لأول بداية للأصفر المعروف واليوم بالأبيض والأسود، لكن لم تكتب. هنا رضا ماجي المغربي يحاول، أسد الأطلس يفضل التمرير إلى مهند عبد الرحيم، يعرف المكان، المرشد السياحي في هذا الملعب، ولكن لم تكتمل الصورة، ودفاعات الكرخ بامتياز إلى محمد شاكر الذي يبعد هذه الكرة. هنا محاولة، عملية استلام بالصدر خاطئة، فرصة الآن ليونس حمود والرفاق لوضع الهدف الأول، يبحث عن حسين زياد، يتقدم بالسرعة، يحاول الجانب البدني يتفوق فيه مجتبى علي، وبالتالي حكم المباراة مع هذا السير لا يقول شيء، وينتظر الإبعاد الذي يلعب مجتبى علي في الجهة الأخرى. هنا محاولة وكرة إلى خارج أرضية الملعب، كيسندا محمد مصطفى كان في المراقبة الدفاعية، المدافع البصري مثل الميناء مثل البحري مثل نفط البصرة مثل الزوراء، ورحلة جديدة مع الكناري. هذا كليتش روبل اللوفلو يحاول في كرة، عباس ياس يمرر في الخلف، مرتضى علي مع إبراهيم، مجتبى يأخذ دورة كظهير أيمن، ومرتضى علي يعطي التغطية. هنا محاولة انتظار التقدم، كيسندا يتقدم من اليمين، ياسين عدنان سامية لاعب مميز هذا السوري الذي أتى إلى دورينا من بوابة أربيل عندما كان لاعبا للحرجلة. وهذه محاولة تلعب إلى خارج أرضية الملعب، تدخل مهند عبد الرحيم في حوار وحديث، وهذا محمد مصطفى، محمد شاكر، والحديث مستمر. حارس المرمى الذي يشارك أساسيا للمرة ال15 هذا الموسم مع الكرخ محمد شاكر. مباراة الذهاب كان الحارس جعفر شنيشل، وخرج انذاك جعفر شنيشل بشباك نظيفة. محمد الذي حقق بطولة الكأس موسم 22-23 مع القوة الجوية مع المدرب القدير المصري السيد مؤمن سليمان. وهذه كرة تلعب
إبعاد الكرة في الخلف. إبراهيم، ممتازة الرأسية من إبراهيم والقراءة. هذه كرة تلعب، محاولة المرور ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. أجواء جميلة جدا في عصر النراع هنا في العاصمة الحبيبة بغداد في جانب الكرخ، مثل المكان المعهود للكناري الأصفر. والضيف اليوم هم السفانة الميناء، سفانة الجنوب، الذين يحاولون البحث عن نصر منذ أمد بعيد عن الكرخ. يعني الميناء الذي يحاول دائما وأبدا 4-0، وكانها أصابتهم باللعنة يفازوا على الكرخ 4-0 هنالك في ملعب الفيحاء في البصرة موسم 2016-2017. بعدها الكرخ لم يخسر أمام الميناء أبدا، يواصل انتصار موسم بعد موسم. هذه كرة تلعب إلى الأمام، عباس ياس أعلى كعبا كما قلنا هو الكرخ، وهذه محاولة تلعب مرة أخرى. الرضا ماجي يفكر بزميل كيسندا، والمحاولة من الخلف، هذا كليش لو قريب. كيسندا يأخذ الجهة اليمنى، مهند وياسين عدنان سامية المدرب يعتمد عليهم في هذه المباراة. هذا السوري ياسين 28 سنة، ده هدف في مرمى ديالا. وحسين محسن الوافد من القاسم في فترة الشتاء. هذه كرة تلعب مرة أخرى من الخلف. للتذكير، الجولة انطلقت بمباراة مهمة جمعت النفط والطلبة، وكان النتيجة فيها تعادل سلبي. مخالفة وتدخل، ضربة حرة مباشرة، تدخل قوي على حيدر أحمد سالم. سلامات لحيدر، هذا اللاعب حيدر أحمد سالم بصري آخر، مثل نفط البصرة مثل الكهرباء، والحكم كان قريب مباشرة. حوارات وحديث، والآن في انتظار الكرة الثابتة. قد تكون الضربة الأولى للميناء. المحاولة الآن يتركها رضا ماجي، تلعب على القائم القريب باتجاه عباس ياس. فرصة لهدف أول الآن للميناء، ارتقى مهند للتسجيل ولكن لم يكتب له نجاح في الكرة الأخيرة. بينما التحولات الكونترا تاك في كرة يتقدم فيها حسين زياد بالسرعة الممكنة، ينتظر الرفاق، ينتظر الزملاء. حسين زياد صاحب 25 سنة، مثل الصناعة وأمانة بغداد، كان على تنفيذ الكرة الأخيرة. وهنا المحاولة عند هدف في مرمى أربيل حسين زياد، الكرخ الذي سجل هذا الموسم 32 هدف، مستوى هجومي مميز، لكن معاناة دائما وأبدا دفاعية، عند 24 هدف في مرماه. والكرة الآن تلعب، الفريقين في 6 مرات خرجا بشباك نظيفة، يعني أمور متقاربة. يونس عملية التقدم، محمد خالد كوفي يحاول يترك كرة إلى حسين محسن، الجوي الديواني الحدودي القاسمي السابق. هنا كرة تلعب من الخلف، لعب من محافظة ذي قار، وهذه كرة في الوسط في انتظار أن تلعب. النظر إلى مهند عبد الرحيم، لكن قراءة ممتازة من حسين محسن، قراءة ممتازة. هنا الكرة التي تلعب مرة أخرى، بداية وحيدر في الخلف، محاولات محمد مصطفى، هذا مجتبى صالح، لف ودار، ينتظر زميل، عملية افتكاك ممتازة. وهنا المحاولة التي تلعب عالية إلى الأمام في انتظار الاستلام، في انتظار المرور. يونس حمود يسقط، وهنا الكرة التي وصلت إلى مرتضى علي، تلاحم بدني في الكرة الأخيرة، ومباشرة وصلت إلى مرتضى علي. أحمد محمود موسم مميز في الموسم الماضي كان مع نوروز، لكن اختلفت الأمور في الميناء، فريق في مراحل عدم استقرار الكادر التدريبي. حسن عبد الرزاق حضر هيلغورت في مباراة، حضر لؤي صلاح في مباريات، والآن الأنظار على حسين عبد الواحد. هنا الكرة العالية التي تلعب مرة أخرى، فيها عملية تقدم الآن، انتظر الزميل. الكرة التي تصل في هذه اللحظات لصالح فريق الكرخ. يونس غني كابتن الفريق، لاعب مميز، موسيقار في وسط الملعب، يأخذ ركنية في هذه اللحظات بعد الضغط على إبراهيم كونتي.
في التدخل الأخير. هذا يونس حمود، تشاهد دائما وأبدا إبراهيم كونتي في التدخلات الدفاعية، أكيد التحامات مستمرة متكررة. هنا حسين زياد للاعب الكرة، في انتظار أن تصل في منطقة الجزاء. الكنترول يونس حمود للهدف الأول، ولكن الضربة الأولى هنا كان فيها تدخل وإبعاد. والوصول الآن لصالح نادي الكرخ مرة أخرى، ضغط كرخي في هذه اللحظات، محاولة استغلال الفرص. رضا ماجي لف ودار، وقف على الكرة، يحاول يبحث عن زميل، ما شاء الله على مرور وعبور وتدخل، وحكم المباراة يقول دخول على الكرة. في مرة ثانية حيدر أحمد سالم يتقدم الآن للكرخ، هنا فرصة لتسجيل الهدف الأول لكن بكل روح رياضية. محمد خالد كوفي يبعد هذه الكرة، سلامات لرضا ماجي، تاكلينج عمل في اللحظة الأخيرة حيدر أحمد سالم، وحكم المباراة كان قريب، لم يشير إلى شيء. الوصل إلى الكرة قبل التدخل. سلامات لرضا ماجي، اطمئنان على سلامة اللاعب حكم المباراة. هذا المغربي رضا ماجي. هنا الأمور لا زالت على تعادل سلبي بعد العشر دقائق الأولى التي مرت. نلعب في الدقيقة 12. محاولة وفي انتظار أن تلعب مرة أخرى. في وسط الملعب لصالح الميناء، لا زالت الأمور فيها استقرار، فيها تحفظ. شاهدنا كرة من هنا كرة من هناك، والأمور لا زالت على تعادل سلبي في انتظار قادم الدقائق. مباراة لا تخلو من الأهداف. أنا برأيي هنالك عناصر جودة مميزة لتسجيل الأهداف في الفريقين، خصوصا أن المباراة مفتوحة على مصراعيها لتسجيل الأهداف. هنا كرة تلعب والتقدم حاضر، والكرة التي تصل مرة أخرى عملية التمرير في كرة إلى يونس غني. الكرة عند يعقوبة في الخلف مع محمد مصطفى، يعمل إبعاد وتشتيت الكرة في انتظار يونس حمود ومحمد خالد كوفي. ثنائية التي وضعت في الأمام. رضا ماجي يحاول المرور والتدخل، يعطي المغربي مخالفة. لاعب مهاري رضا ماجي، تحركات ممتازة لرضا ماجي، وبالتالي دائما ما يحاولون الحد من الخطورة. يطالب بإنذار رضا ماجي. كرة وإبعاد من حيدر أحمد سالم. وسط الملعب فيه نشاط كبير على المستوى الدفاعي من الكرخ، وهذا إبعاد وكرة إلى خارج أرضية الملعب. أصبح يتمحور في قلب الدفاع مرتضى علي، الذي في يوم ما كان يلعب مع الطلبة، مع أيضا الكهرباء، مع النجف، موجود كلاعب وسط ميدان دفاعي، عند القدرة على الدفاع، بالتالي يعتمد عليه في هذه المباراة. هنا كرة، تبادل الكرات، تناقل الكرات رائع بالنسبة لفريق الكرخ. طريقة لعب السيد أيمن الحكيم الهجومية ممتازة جدا، يعني حكيمة في صحيح العبارة. هنا الكرة التي تلعب إلى الأمام وترسل، وعبد سليم في المكان السليم. ترسل عالية إلى الأمام هذه الكرة الرأسية، تدخل مرة أخرى. عباسياس، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا رضا أو مرتضى علي، محاولة التحفيز دائما وأبدا. تقدم لحسين محسن، والكرة التي تلعب من خلال رمية جانبية في الخلف. يعقوبة يحاول، يعقوبة مرة أخرى من النيجري، تمرر الكرة، سد من أسود النيجر. قط عبد المجيد أيضا موجود في دورينا.
هذه كرة تلعب رأسية الحاضرة مرة أخرى في انتظار أن ترسل. طبعا قبل أبو بكر جبريل لاعب مميز من النيجر أيضا كان يمثل نادي الكرخ. وهنا الكرة التي تلعب إلى الأمام، أعتقد لا زال يواصل المهام أبو بكر جبريل مع فرق الدوري الممتاز جولان أو النصرية على ما أتذكر. كرة في الخلف إبراهيم كونتي دولي الغيني، في الخلف عنده مرتضى علي. يمر الكرة في الخلف مرة أخرى إبراهيم، عملية المرور. مباراة تحتاج إلى هدف لتتحرك فيها المياه الراكدة. رضا ماجي يحاول يجري يصل إلى الكرة، يجتهد في كرة، يحاول قد يمر قد يدخل، لكن لعب الكرة من دون تركيز. كانت الكرة ضائعة وتمرر في هذه اللحظات. مجتبى علي، مجتبى يحاول مرة أخرى عملية تقليل الكرة إلى الأمام. سامية في كرة يبحث عن مهند وحسين محسن. هنا بكرة تلعب إلى محمد شاكر، مجازفة في قراءة المدافع لكن بالخبرة وصلت هذه الكرة من حسين محسن. حديث محمد شاكر، شوار طويل مع زاخو مع الزوراء مع القوة الجوية مع أيضا نفط الوسط. هنا كرة التي وصلت وبعدها كرة تعود مرة أخرى. بدأ الميناء يأخذ نفس في المباراة. هل يحقق حسين عبد الواحد فوز طال انتظاره للميناء وما يقارب 10 سنوات عن ذلك الانتصار. هنا كرة تلعب مرة أخرى. مجتبى قطع الكرة ممتاز من تويسلا كيسندا، لكن قراءة يونس غاني كانت رائعة. يرسل كرة في الأمام، حملت خالد كوفي وبصدر من عباس ياس إلى عبد سليم. هذا عباس ياس استقبل الكرة بالصدر مباشرة، أوصلها كونتي من الخلف. مرتضى علي، عبد سليم يحاول يلعب الكرة إلى الأمام. مرة أخرى تلعب. مجتبى صالح يتابع تدخل والحكم السيد مهند مناف يشير إلى مخالفة لهذا الرجل. حسين زياد لاعب مهاري جدا، حسين زياد نزعة هجومية وسرعة وممتاز في الالتحامات البدنية. جهة اليسرى التي يقف فيها حسين زياد ومجتبى صالح. هنا تدخل الأخير الذي كان من مهند عبد الرحيم في بعض التخديرات فيها ورقة صفراء، عملية الداس على القدم. كرة في الأمام رأسية وارتقاء من يونس حمود الذي حاول في كرة. رضا ماجي وحسين محسن يأخذ مخالفة، لاعب ذكي. رضا ماجي يأخذ مخالفة من أمام حسين محسن مباشرة، ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. وذا رضا ماجي من عبد سليم الذي يشترك في المباراة 21 هذا الموسم. عبد سليم 20 هدف في مرماه وخرج ب6 مباريات كلينشيت، وشارك هذا الموسم رفقة علي عبادي. يعني من الجانب المقابل الكرخ أشرك 3 حراس، جعفر شنيشل ومحمد شاكر وكذلك عبد العزيز عمار. إذن عبد سليم تحول إلى الجنوب إلى الميناء بالذات من بوابة الكرخ. محاولة وكرة تلعب. الرأسية الحاضرة في محاولة استلام رأسية حسين زياد إلى يونس غني. تناقل الكرات بالهواء. لا زال مجتبى يحاول يتقدم. مجتبى صالح وكرة إلى خارج أرضية الملعب. تدخل حاضر من أمام مجتبى صالح. هذا مجتبى ظهير اليسار. والكرة التي خرجت حاضر في الوسط دائما وابدا كليتش روبن فلو. هذا مجتبى
على التنفيذ مرة أخرى. عملية الوصول يونس غاني قد يفعلها من هذا المكان. سدد كرة قوية يونس غاني، اتخذ القرار بالتسديد ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة التي وصلت ذهبت بالمباشر إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة اعتلت العارضة بعيدة جدا، كانت على سوار المرمى، لذلك الكرة مباشرة غادرت إلى خارج أرضية الملعب. كهرباء في هذه اللحظات يتقدم على الموصل بهدف مقابل لا شيء، وإلى الآن تعادل سلبي في هذه المباراة هو في ديربي محافظة دوهوك ما بين دوهوك وساخو في ملعب فرانسو حريري في أربيل. يونس غني يحاول الآن، حسين زياد مع يونس غني يلعبها في الفراغ، مجتبى علي يحاول ضغط من جانب يونس، يحصل على رمية جانبية يونس تترك، المفترض أن يذهب لاستلام الكرة يونس غني. هذا يونس بكعب القدم، كرة ممتازة تلعب عالية من مجتبى صالح، الكروس وصل لكن في انتظار الكرة أن تصل إلى الشباك. مجتبى يحاول قد يصنع كرة الهدف الأول الآن، ورضا ماجي يتمحور في مكان ممتاز. مهند عبد الرحيم يتقدم، مهند بالخبرة يحاول هنا اليوم فاي يأخذ ورقة صفراء، يأخذ ورقة صفراء السنغالي في هذا التدخل. ذكي جدا مهند عبد الرحيم، توقف مع الحالة، شاهد أنه الحركة غير مسموح بها. وإليون فاي أيضا خطأ تكتيكي كان من المفترض أن يقوم به لأنهم تحولوا إلى الهجوم، وهذا ما قد يكلف الفريق هدف، ومن مهام لاعب الوسط الدفاعي إيقاف هكذا كرات. كان حاضر، من الممكن أن يعوض، لذلك يقول لك أخذ ورقة صفراء خير من أن أضع فريقي في مأزق الهدف الأول. هنا كرة عالية تلعب، مهند عبد الرحيم يبحث عن المتقدم في الكرة الأخيرة كيسندا، تدخل وورقة صفراء، ورقة صفراء على يونس غني كما يقول حكم المباراة. الاعتراض من أحمد محمود على أنها ورقة حمراء، لا يذهب إلى الفار يقول أحمد محمود، لكن الحكم كان قريب مباشرة ويونس غني يشرح الحالة. ورقة صفراء من مهند مناف، وحسين زياد يستعلم من حكم المباراة الحالة الأخيرة وعن الحالة الأخيرة. أمامك مجتبى المدافع الذي كان في تدخل، لاحظ هنا أخذ كرة وطبيعية ورقة صفراء اعتمدها حكم المباراة لأنه الأقرب لحظ الوصول، والتسديدة كانت على قدم اللاعب. هذه لو كانت في منطقة الجزاء ستكلف ركلة جزاء. والآن مجتبى علي يتألم، سلامات إلى مجتبى، المدافعين يتعودون على هكذا ضربات بالعضلة. يونس غني يأخذ ورقة صفراء، لاعبين من الكرخ ينذران تواليا في كرتين للميناء. هنا محمد شاكر حارس المرمى يعطي تعليمات إلى الحائط الصد البشري. ضربة حرة مباشرة، عباس ياس، البحث عن رأس سامية، البحث عن رأس مهند عبد الرحيم، وعملية البحث مستمرة عن الهدف الأول. عباس رفقة تشروبلوفلو، يحاول عباس يرسل كرة لمن يا عباس؟ فكرتها فين والتنفيذ في وادي بعيد عن الفكرة. مجتبى يلعب الكرة في الأمام، ارتقاء ورأسية أولى، رأسية ثانية من مهند، حرب الكرات الرأسية، مطالبة بلمسة يد. تحولات، مباراة فيها تحولات كثيرة، تشاهد هنا عباس ياس والتدخل الأخير ورضا ماجي، محاولة وحكم المباراة دائما وأبدا مع استمرار اللاعب حسين محسن، يحاول فرصة ومخالفة لصالح الكرخ ولصالح حسين محسن. حديث ما بين رضا ماجي وحسين محسن، مهند عبد الرحيم كرار في حديث. هذه الكرة بالكعب، كانت الأمور فيها سليمة، لكن مطالبات كانت من مهند بوجود لمسة يد أو ركلة جزاء، لا نعلم. يبقى القرار لحكم المباراة. 4 مباريات إلى الآن في هدف وحيد من ركلة جزاء سجله الكهرباء. والختام ما بين أمانة بغداد والقرمة، هذه كرة موجودة ومخالفة، سلامات لمرتضى علي. حدثت نرفزة في جانب الكرخ، يعني تدخلات
بقوة وبطاقات صفراء. يجب الهدوء، المباراة في بدايتها تعادل سلبي إلى الآن. لاحظ هذا المرفق قد يكلف ورقة صفراء يا يونس حمود. حكم المباراة اتخذ القرار بالمخالفة. حديث مع يونس حمود بن محافظة النجف الأشرف اللي بدأ في نادي النجف، يقول سلامات لمرتضى علي، لاعب خلوق جدا يونس حمود، اسماء مميزة، مواهب. ما يعجبك في قرارات إدارة الكرخ الفنية دائما لاعبين جاهزين للانتداب في الموسم القادم. تحضير يبدأ في هذه الفترة والأسماء موضوعة، المشاكل، العناصر التي يحتاجها الفريق، نبدأ بانتداب. ترى غيرت الكثير من المفاهيم في هذا النادي بالعمل بأبسط الأدوات وتوفير النجاح. انتداب مدرب على مستوى عالي، فكر عالي، أيمن الحكيم مدرب مميز حقيقة، ووفروا له متطلبات النجاح ونجح الكرخ في فترة من الموسم في المربع ينافس، وهذه كرة تلعب إلى الأمام يحاول فيها ياسين عدنان سامية لكرة للسوري نسر قاسيون يريد التحليق هنا في قلعة الكرخ، في قلعة الكناري، لف ودار، متابعة حاضرة، وهذا مرتضى أو مجتبى علي يلعب الكرة رأسية. أحمد محمود هدف أول الآن قد يأتي الأول. الله الله الله، التحليقة الأولى في قلب العاصمة بغداد لنسر قاسيون، لهنا ياسين عدنان سامية يسدد الهدف الأول ليضع كرة الهدف في الشباك، يسدد كرة على مرمى الحارس محمد شاكر، وبمساعدة عارضة مرمى الكرخ يأتي الهدف الأول للسفانة. هنا الإرشاد، هنا الوصول، وهنا التقدم لهذا الرجل السيد حسين عبد الواحد. قرار ورأسية مهند حولت لعب منفرد هو أحمد محمود. لاحظ الكرة العرضية، ارتقى مهند، هكذا هو لاعب الخبرة، ووصلت لأحمد محمود من دون أنانية، وضع ياسين أمام المرمى، وياسين لا يخطئ في هكذا كرات. لاحظ هنا الرأسية التي وصلت في انتظار التأكيد. سنذهب مع قرار الإلغاء لأن التسلل موجود في هذه الكرة. هنا تسديدة وكرة من تحت العارضة وصلت إلى الشباك. نذهب مع قرار يأتي جديد من الفي اي ار. هنا التحضير الممتاز والفينيشنج الراقي من ياسين عدنان سامية، لكن كل هذا مرهون بجواب من تقنية الفي اي ار في انتظار جواب لحكام الفيديو على حالة الهدف. الوجود التسلل، لا زال حكم المباراة ينتظر جواب. لا زال الجماعة هنالك في غرفة الفار يتحدثون فيما بينهم على شرعية الهدف ولحظة خروج الكرة من قدم أو من رأس مهند في لحظة موقع اللاعب الذي صنع الكرة. ابتسامة لحسين عبد الواحد. إذن مهند مناف في هذه اللحظات في حوار مشترك يجمعه مع حكام الفيديو، مع يوسف سعيد وجهاد عطية. جهاد عطية من حكام الراية المميزين، وفي انتظار أن يعطى الجواب. الكل ينتظر، ياسين ينتظر أن يؤكد هدف الثاني هذا الموسم، والكرخ ينتظر إلغاء الهدف. انتظار في الجانبين، في البصرة وفي بغداد، والجواب كل الجواب عند غرفة الفار. ننتظر الجواب. هل من جواب يا جهاد؟ هل من جواب يا يوسف سعيد؟ الآن عمل تقييم وعمل تشيكينج للحالة لمعرفة موقع أحمد محمود من رأسية مهند عبد الرحيم التي ستنهي كل إشكال. نشأ التقدم لأحمد محمود، لذلك قلت لكم أنا ذاهب مع إلغاء الهدف لأن في تسلل، والعهدة على الحكام هنالك في جوابهم. لنذهب وراء الجواب الذي سيعطى من حكام الفيديو على الهدف. الكل ينتظر، الكل يترقب. اقتربنا من النصف ساعة حول الميناء وحصل على المراد، لكن في انتظار أن يؤكد الهدف. كل الذي حصل وحدث لا شيء مقابل قرار الفار، لأنه الأهم، لأنه الذي سيحدد مصير الهدف. هل هو هدف يحتسب أم يلغى؟ ونذهب نحو ركلة حرة غير مباشرة. هذا الرجل ينتظر في هذه البداية التدريبية هدف التقدم. هنا يونس غني يتحدث مع السيد أيمن الحكيم، مدرب عارف، مدرب عمل في الأردن، عمل في سوريا، عمل في العراق مع دهوك، مع القاسم في موسم ونصف. أيضا الانتداب الذي أتى به أسود صورة. لاحظ هنا
الكرة التي لعبت. الآن أمور شرعية، انتظار الرأسية. هنا لقطة تقول أن كتف أحمد محمود تقدمت على آخر ثاني مدافع. هذا الجواب. لقطة علوية وجانبية في نفس الوقت، لكن هل هي الزاوية المستقيمة المنتظرة؟ لا نعلم، لا زال كل شيء في انتظار التأكيد. أنا لا أجزم بأن الهدف سيلغى أبدا، بل ما شاهدته أمامي أحاول إيصال المشاهد الكريم على أن الذي حصل في اللقطة كان هذا. والجواب، كل الجواب أنا وأنتم وحكم المباراة والفريقين والجماهير والكل ينتظر الجواب من السيد يوسف سعيد. هدف ولا لا يا يوسف؟ ننتظر. خذ وقت في الهدف، خذ وقت في عمل تشيك للهدف. الآن في انتظار التأكيد. لاعبين يتوقفون يتحدثون، ومهند مناف يقف حائرا في انتظار جواب، في انتظار جواب. أي جواب؟ جواب مؤكد من السيد يوسف سعيد على حالة الهدف. حقيقة مجهود كبير وقراءة رائعة لمهند وتمريرة ممتازة جدا لأحمد محمود، وانهاء ياسين عدنان سامية انهاء عالمي. هنا حديث ما بين الواضح أمامكم، الجابوني من جهة والنيجري على ما أعتقد كان يعقوبة في الحديث الأخير أو اليون فاي. مهند مناف حكم الدرجة الأولى ينتظر، يبتسم، كل يقول ماذا نفعل، ماذا نصنع، هدف ولا لا؟ هل من جواب مهند عبد الرحيم المتسبب الأكبر بالهدف الذي حول الكرة؟ حقيقة بعيدة المدى، بعيدة التفكير، حاول أن يلعبها أي لاعب برأسه باتجاه المرمى، لكنه هو حولها إلى مشروع هجمة حقيقية واعدة لأن تكون هدف، فكانت هدف. إذن الكل ينتظر. تأخر الفار، تأخر، لكن ما علينا سوى الانتظار. هنا مهند مناف يريد الجواب ونحن ننتظر الجواب. هل أتاه نداء من الجماعة هناك في غرفة الVAR في انتظار أن يتأكد يوسف سعيد يحتسب الهدف أم لا يحتسب؟ السؤال المطروح، وننتظر جواب يا حسين يا زياد، ننتظر جواب يا جناح اليسار. لا، اللاعب الذي تألق مع الصناعة في موسم تواجد فيه الصناعة، وتألق أيضا مع أمانة بغداد، لكن في الكرخ وعد آخر، شيء آخر، تألق آخر لحسين زياد. وانا السيد حسين عبد الواحد ايضا يترقب يتامل. اعتقد اتى الجواب لحكم المباراه. ماذا سيقول السيد مهند مناف؟ تسلل. نعم، كانت واضحه، لقطه واضحه في انها فيها تسلل والتاخير كان حاضر. اذا انتهت الوضعيه، نقول في اللقطه الاخيره هنالك ضربه حره غير مباشره. لاحظ هنا الكره التي وصلت من ياسين، تحرك ياسين الجميل اين كان؟ هذه اللقطه كان متأخر تماما عن اليون فاي أو متقدم عن اليون فاي، وبالتالي القرار أتى بجواب واضح وصريح بأن الهدف يلغى. خذ وقت فيه حكام الفار حتى يتم التأكيد. هذا أحمد محمود الممرر مخرج المباراة رحلة في لقطة ليحييه على الأنانية التي لم تكن حاضرة. هنا رأسية وكرة تلعب مرة أخرى في الوسط. حيدر أحمد سالم، عملية التقدم، الفرصة تمرر في هذه اللحظات. رضا ماجي يتقدم، يلعب الكرة لمن؟ رضا مباشرة إلى محمد شاكر. كرة واصلة عند محمد شاكر، هذا الرضا ماجي. إذن كرة تلعب الآن من محمد شاكر، سريعة عالية إلى الأمام، الرأسية حاضرة من محمد خالد. يونس حمود بالسرعة يحاول الضغط على مرتضى علي من الجهة المقابلة، ذهب للضغط حسين زياد. لاحظ مرتضى علي يبحث عن مخالفة، أخذ مخالفة وانتهى المشروع وانتهى كل شيء. وغضب يونس حمود يقسم بأنها لم تكن خطأ. لاحظ هذا التدخل، ومرتضى علي خذ مخالفة والراية رفعت من مساعد الحكم. كرخ الذي ينتظر أن تستمر مباراته كوزاخو على تعادل سلبي، ليطمح هو لتحقيق انتصار يقفز به إلى المركز السابع. قرمة وانتظار هدية من أمانة بغداد، انتظارات تنتهي حتى يقترب من الزوراء والقرمة. هنا كرة تلعب عباس ياس، بينما الميناء تعثر النفط، وفي انتظار
أن يتعثر الموصل، متعثر حتى الآن، متعثر بال1-0. حسابات معقدة. وأيضا الغراف لديه مباراة مهمة مع النجف. هذه كرة تلعب، ياسين سامية سجل الصعبة ولم يروض الكرة السهلة. هنا محاولة، أحمد محمود يحاول ومخالفة. سيد مهند مناف قال لك مخالفة. محمد خالد كوفي معصب. محمد خالد 7 أهداف لمحمد خالد مع الكرخ. بداية وانطلاقة موسم رائعة لمحمد خالد كوفي الذي سجل في مرمى القاسم أول أهداف الموسم. كرة تلعب من جانب محمد شاكر، ترسل مرة أخرى. في الأمام لصالح الكرخ. تصل الكرة عالية، البحث عن الزملاء، البحث عن الرفاق. الرأسية حاضرة في كرة تلعب رأسية وكرة إلى يونس غني، عادها في الخلف مرة أخرى. هذا من استعادها يونس حمود، لكن قراءة رائعة من الكونغولي أو من كليتش لوفلو الغابوني. ممكن كيساندا كان كليتش لوفلو. كليتش من اللاعبين المميزين حقيقة، موسم ثاني مع سفانة. في الوسط كيسندا، أحمد محمود مضغوط على محمود، تمريرة سريعة من مرتضى علي لعباسياس. اعتبر خيار إضافة موفق مرتضى علي. في قلب الدفاع أحمد محمود، فتح زاوية لرضا ماجي الذي كان ينتظر أن ينطلق رضا ماجي. يا سلام يا رضا، يتقدم رضا. هنا عملية السحب وورقة صفراء. حالة وانتهت يا أبو علي، حالة وانتهت يا حسن محسن. ما كان داعي للسحب، لكن اضطر لذلك وبالتالي عمل سحب في اللقطة الأخيرة. رضا انطلاقة سريعة، لعب مهاري مشاكس رضا ماجي. هنا التدخل والسحب الذي كان من حسين محسن على رضا ماجي، ما هو السحب الذي عرقل التمرير. كان لاعب ينوي أن يمرر الكرة فيها هدف مهم. مهند مناف يطلب التقدم إلى الأمام، وضع الجدار البشري، وضع الخط اللازم لوقوف الكرة. حكم المباراة يسير الحال. خطأ جديد، وعباس ياس ممتازين في الكرات الرأسية، قد يستغلوها. العرضيات أهم سلاح لدى الميناء، والرأسية مرت وخطورة كبيرة وعدم مراقبة. ارتقى مرتضى علي ولم يكن مجتبى. مرتضى علي ومن ارتقى 24 لعب كرة رأسية إلى خارج أرضية الملعب. لاحظوا هنا الرأسية التي ذهبت إلى الخارج على يسار محمد شاكر. هذا مرتضى علي مرث، انطلاقته من المصافي، الدوري الممتاز. سلامات في هذه اللحظات لليون فاي. قد يضطر السيد أيمن الحكيم لإجراء تغيير في هذه اللحظات اضطراريا قد يكون، أم يكمل اليون فاي. حديث مع النجم السوري الذي صال وجال في ملعبنا لمواسم زهر ميدانها. والتدخل الذي كان بالمرفق من يونس.
كرة في الخلف، تعود مرة أخرى اليوم فيتدخل. تنقل الكرات مستمر. استلام وكرة، يونس غني ينتظر زميل بالمهارة، يمر يفتح الطريق، يلعب كرة على الطرف في اتجاه حسين محسن. محسن وكرة، محمد خالد كوفي يطلب كرة قريبة لكن قطعت الكرة من عباسياس. كرة قطعت. وفي انتظار الرمية الجانبية. عملية المرور ممتازة حسين محسن في اختراق جديد، في انتظار المرور عملية الاختراق من الرواق، دخول وتسديد كرة إلى عبد سليم. حاول البحث عن يونس حمود وحسين زياد لكن تدخل في وقته، وعبد سليم يمسك الكرة. دخلنا الخمس دقائق الأخيرة مشاهدينا الكرام، 3 إلى 4 دقائق أخذ الوقت الذي كان اللي عمل تشيك على هدف الكرخ. كرة إلى الأمام، ياسين سامية ومحمد شاكر، ومباشرة محمد شاكر يصل إلى هذه الكرة. حارس الكرخ تصديات رائعة، قدم مباراة كبيرة أمام القوة الجوية، لكن سوء أرضية الملعب في ذلك اليوم ألقت بظلالها على الكناري. محاولة ومرور، تدخل حكم المباراة يعطي مبدأ الاستمرارية في الطرف. مهند عبد الرحيم، تحركات مهند ذكية، 10 في الميناء دائما وأبدا، نقطة مضيئة في الهجوم. سلسلة تمريرات، بماذا تفكر عندما لعبت هذه الكرة يا كيسندا؟ أبعدت الكرخ لآخر انتصار له كان في هذا الملعب في الجولة 21 أمام النفط. بعد ذلك خسر هذا الفريق في هذا الملعب أيضا أمام الدهوك بهدف مقابل لا شيء، وتعادل مع نفط ميسان هنا بهدف مقابل هدف، وخسر من القوة الجوية. فريق مستقر في بغداد. المباراة الخامسة، كرة تلعب إلى الأمام، عالية من مهند، محاولة على قراءات وتفاهم كبير، قراءات رائعة وتفاهم كبير. في لحظة كان من الممكن أن نشاهد الهدف الأول للميناء. لاحظوا التحركات وتبادل الأدوار، كيسن لعبها باتجاه مهند، مهند يجري خلف الكرة يبحث عن الزملاء، شاهد ياسين، لعب كرة لياسين، وياسين ممتاز في المتابعة، لكن لسوء الحظ الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. بيمناه لعب كرة كانت قريبة من المرمى، وكنا على موعد مع هدف رائع وجميل ولمسة سحرية رائعة يا رضا. ياسين عدنان سامية، هل يحصل على مراده في هذه المباراة ويسجل هدف؟ عباسياس حاول كثيرا، إبراهيم يلعبها في الأمام، كرة في الوسط، حسين محسن، وتلعب هذه المحاولة. عباسياس مرة أخرى لنقل الكرة في الأمام، ياسين ورضا ماجي، يترك الكرة لرضا، لسرعته، لمهارته، لقدرته على المرور، ولكن رضا لعب الكرة مباشرة باتجاه محمد شاكر، سريعة من محمد شاكر. أين يونس حمود؟ أين حسين زياد؟ أين محمد خالد كوفي؟ تدخل حاضر ومخالفة على عباسياس. ماذا فعل عباسياس لمحمد خالد؟ سلامات لكوفي. هنا التدخل في اللقطة الأخيرة، نعم، باليد على وجه اللاعب، وحكم المباراة مع هذا أقر بالمخالفة مباشرة. بطاقة صفراء على عباسياس، الأولى على لاعبي الميناء. كرة عالية واصلة في منطقة الجزاء، يونس حمود، لكن قراءة عبد سليم. هنا حسين زياد وعبد سليم،
ومهند مناف ماذا يقول؟ هل في تدخل على عبد سليم؟ مباراة مشحونة فيها تدخلات، فيها كروت صفراء 3. وهنا حسين زياد هل وصل إلى عبد سليم؟ قد تكلف إنذار. هذه التدخل فيها ورقة. ينتظرون، وهذا الرجل 6 دقائق وقت مضاف تعطى في هذه اللحظات. كرات وعباس ياس في تدخل، وهنا حسين زياد أخذ ورقة صفراء هي الثالثة على الكرك. تلعب المحاولة. محمد خالد كوفي على اليمين للكرخ إلى حسين محسن، يلعب الكرة بالمباشر. خسارة الكرة كثيرا حصلت ما بين الفريقين في خطأ تبريد، هذا مشتبه. عالية الكرة، رأسية عباس ياس، رضا ماجي، في ضرب للكرة، استلام أحمد محمود، تدخل حاضر. الحكم يقول على الكرة. تحول الآن لصالح الكرخ، بغيته البحث عن هدف أول الآن. يونس حمود، يونس حسين زياد قريب، قد يمرر قد يمرر قد يمرر. وهنا تدخل وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء في هذه اللحظات. إذن كليش رابيلو فيلو يأخذ ورقة صفراء. الغابوني صاحب 26 سنة الذي شارك في الكان أفريقيا. هذا حسين زياد، كرة عالية في منطقة الجزاء في انتظار رأسية، تلعب الرأسية لكن سرعان ما تعود. أدوار دفاعية لمهند عبد الرحيم، قائد مهند. عبد الواحد ينظر وينتظر جواب. شوط أول أضيف عليه 6 دقائق من السيد مهند مناف. انقضى 3 ونحن نلعب في الدقيقة الرابعة. إذن رمية جانبية. كرة في الخارج، فلاوت. محاولة ملعوبة هذه الكرة. يونس غني، عالية الكرة إلى الأمام، في كرة في الوسط لصالح الميناء. تحولات رضا ماجي، مهند ورضا. خسارة الكرة سريعة. اليوم فاي، قد تكون فرصة الكرخ لختامها بهدف على عكس ما يجري هنا. المحاولة وكرة بعيدة، فلاوت. قراءات وكرات عشوائية كثيرة. هذا حسين زياد الذي كان في التقدم الأخير. ياسين سامية في الوسط، اللوفيلو يحاول فيها، يعيدها إلى إبراهيم يمرر الكرة إلى مرتضى. يحاولون، هذه الكرة عالية، استلام ليس لا كيسندا.
يونس غني، عملية افتكاك الكرة، هنا رمية جانبية. يونس غني يبحث عن حيدر أحمد سالم والرفاق، لكن ستترك إلى مجتبى صالح. بالفعل تترك. الرأسية حاضرة في هذه اللحظات. استلام وكرة تلعب إلى الأمام مرة أخرى. واصلة في منطقة الجزاء، لا زالت الكرة ووصلت إلى محمد شاكر. دربكة، نصف دقيقة على نهاية الوقت المضاف أيضا أيها الأحبة. محمد شاكر يسيطر على الكرة، يحاول تهدئة الزملاء للخروج بقل ما يمكن، هذا هو التعادل السلبي. إذن أيها الأحبة مهند مناف هنا ينهي أحداث الشوط الأول بتعادل سلبي من دون أهداف ما بين كناريا الكرخ وضيفه سفنة الجنوب الميناء. إلى استراحة قصيرة وسنعود قبل بداية شوط المباراة الثاني بلحظات إليكم إن شاء الله مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. يحاول زاكر أن يقطع الكرة من أمام سامهين. وصلت الكرة هناك في جهة اليمين، تمريرة طويلة، هنا الرأسية، جول 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 جول. لاوندي يهز الشباك بعد مرور 5 دقائق من الشوط الثاني. حسين عبد الله لاوندي يسجل أول هدف لمصلحة نادي النفط بعد تمريرة رأسية جميلة وصلت إلى لاوندي. شاهد حسام جاد الله كيف لعب الكرة بالرأس لاوندي، ولاوندي بلمسة هداف، بلمسة فنان، وضع الكرة في شباك حسن عباس ليعلن عن أول أهداف اللقاء والهدف الأول له في هذا الموسم رفقة نادي النفط. حسام جاد الله يحاول وأنا التمريرة ستار ياسين، والكرة ما زالت ومرت. الله، النيران الصديقة تحرق شباكها. هدف من حسن خالد بالخطأ في مرماه. حسن خالد يسجل في مرماه عن طريق الخطأ. أو جول على حسن خالد، وهدف ثاني لمصلحة فريق النفط. لكن أي متابعة من ستار ياسين الذي نجح باللحاق بالكرة قبل أن تخرج. شاهدنا حسام جاد الله كيف حافظ على كرته والتمريرة لستار، وستار ياسين نجح. مرت من أمام حسن عباس، وحسن خالد لمس الكرة، والكرة اصطدت بحسن ودخلت في شباك الكهرباء لتعلن عن هدف ثاني لمصلحة فريق النفط. نهاد تلعب الكرة العالية، هنا المحاولة والإبعاد والمتابعة والتصويبة. جول 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 جول. البديل حسين جاسم يسجل الهدف الأول للكهرباء، ويعطي الأمل لهذا المدرب، لهذا الألماني، أن يعود بنقطة على الأقل. هدف جميل. هل كان سجادة بحسين جاسم؟ شاهدنا الكرة والمحاولة ووصلت. نعم، سجاد هو من سدد الكرة القوية في سقف المرمى. هدف جميل جدا
بعد متابعة من سجاد خليل الذي وضع الكرة في سقف المرمى. شاهدي تصويبة قوية صعبة على حسين علي جولي. كاظم على اليسار، محاولة عرضية خطيرة، محاولة رأسية، الله الله الله. وهذه المرة نعم الكاميروني سيدريك نجاح لا يضيعها لا يهدرها، نعم يقتنصها من هناك ويحلق عاليا وبرأسية رائعة يودعها في شباك الحارس مصطفى زهير، معلنا عن تقدم فريق نادي الموصل. وبعرضية رائعة من جانب حسام يقتنصها الكاميروني المدافع والقادم من الخطوط الدفاعية المرابطة هناك لدفاعات نادي الموصل، يرتقي من هناك نعم وبرأسية يودعها في شباك مصطفى زهير، معلنا عن تقدم نادي الموصل بأول الأهداف. أول الأهداف فريق نادي الموصل يتقدم، يسجل، يدرك هدف الأسبقية، يدرك التقدم في هذه اللحظات. مشارف المنطقة، محاولة تصويب، متابعة، الاحتكاك، لا زالت خطيرة لفريق نادي الموصل. جول، الله الله الله. الهدف الثاني لمصلحة الموصل، وعن طريق أكرم رحيم يسجل نسور الحدباء الهدف الثاني. يسجلون، يتقدمون، يواصلون التألق للعودة إلى سكة الانتصارات. يسجل ثاني الأهداف أكرم رحيم، نعم وبتمريرة وضغط رهيب، كاد أن يسجل من البداية ولكن أصر فريق نادي الموصل على تسجيل الهدف. محاولة من هناك لعلي فائز، علي يحاول، علي والتصويبة، الله الله الله. إنه زمن العودة، إنه زمن الانتصار لا الانكسار. النجف يقلص الفارق وبرأسية اللاعب محمد جاسم بعد متابعة واقتناص على مرتين من تصويبة علي فائز الخطيرة التي أربكت دفاعات الموصل والحارس مهدي هاشم الذي تمكن منها في البداية، ولكن محمد جاسم كان متابعا، كان مركزا، كان مقتنصا للكرة الماضية. نعم يسجل، يقلص الفارق من أجل العودة، من أجل الانتفاضة، من أجل العودة من جديد لتحقيق الانتصارات. هذه الأولى تصدى لها مهدي ولكن تابعها، نعم وبرأسية وضعها وأنهاها في شباك الموصل. إلى مهند أبو طه، يرسلها كرة عالية من الطرف الأيمن، هذه خطيرة خطيرة، الله. حلق بنا إلى منصة التتويج، افتح جناحك وارتفع أكثر، فالقمة خلقت له الصقور. الله 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 الله. تسديدة غيرت مسارها والبداية القوية وتمريرة العالية. هل هنالك راية أو لا؟ لا أعتقد بأن الراية حاضرة هنا التصويبة، لكن النيران الصديقة حضرت من أحمد نور بكرة اصطدت بأحمد نور وغيرت مسارها إلى مرمى الحارس عمار علي، وبذلك الهدف يصل لمصلحة القوة الجوية. هدف مبكر لصقور القوة الجوية بالنيران الصديقة. شوف الاستلام المميز والتصويبة من محمد جواد هداف الفريق برصيد 9 أهداف، والكرة اللي غيرت مسارها من أحمد نور ودخلت إلى مرمى الحارس عمار علي. إذن هدف مقابل لا شيء. تصل الآن بهذه اللحظات القوة الجسمانية، عملية تحضير اللعب، مهند أبو طه اللي دائما مميز بإرسال العرضيات. هذه كرة الحارث يصوب والثاني لمهند، الله. سنعود لمنصات التتويج، سنقاتل ونحاول بكل الطرق بهذه اللحظات. شوف هو اللي بدأها، لكن عملية تحضير الكرة لمحمد جواد، تصويبه من الحارث حاتم غيرت مسارها، وبالقدم الضعيفة يسجل مهند أبو طه ثاني الأهداف. هنا اللقطة. نعم الثاني يصل بالنسبة للقوة الجوية. مهند أبو طه اللي يصل لهدف الثالث
بعدما سجل على النجف وعلى القاسم، يسجل اليوم ثالث أهدافه هذا الموسم وثاني أهداف القوة الجوية. هذا مهند باغت الحارس عمار علي وسجل الهدف الثاني لمصلحة القوة الجوية أولى، وهنا الانطلاقة لمصلحة القوة الجوية، وممكن الهدف الثالث يصل بهذه اللحظات من الطرف الأيمن. الله، الثالث يصل. نعم، عمر أمينو النيجيري يسجل ثالث الأهداف من شوط اللقاء الأول بتمريرة سعد عبد الأمير عصام الصبح اللي قدمها على طبق من ذهب، وعمر أمينو يسجل ثالث الأهداف. نعم، ثالث الأهداف بالنسبة للقوة الجوية، هدف ثالث بهذه اللحظات. وبذلك الشوط الأول كان أزرق بكل التفاصيل، ألوانه زرقاء بكل التفاصيل مع نفس التوقيت. بنفس التوقيت كنا نتحدث عن قوة الجهة اليمنى والعرضية اللي وصلت من عصام الصبحي بعد تمريرة ذكية قدمها سعد عبد الأمير، وعمر أمينو يسجل بكرة لعبت من الطرف الأيسر. حسين طالب لأسود العاصمة أمانة بغداد. الله 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 الله، هذه الأهداف وإلا فلا. البديل الناجح يسجل أول أهداف أسود العاصمة بطريقة عالمية. شوف هنا الخطأ الفادح، خطأ فادح من جيبولا، هدية على طبق من ذهب. وشوف حسين طالب ما كذب خبر. يا ساتر على الفينيشنج، على الإنهاء الجميل. شوف خطأ فادح من جيبولا، وهنا استغلال الفرص. يا الله مع النقص العددي. نعم، يسجل أمانة بغداد. أسود العاصمة يزأرون ولو كانوا متأخرين، لكن هنا الهدف الجميل يسجل بطريقة ولا أروع عن طريق اللاعب حسين طالب بهذه اللحظات. ولكن هنا الأنيق الذي يحاول أن يتبختر بأناقته بجماله، وتأتي العرضية. هنا الهدف، هنا التقدم، هنا الجول. الله يا غيث معروفي، يتقدم الأنيق ويسجل أول أهداف المباراة. هنا للأنيق بأول أهداف اللقاء من اللاعب غيث معروفي، يسجل أول أهداف المباراة. ورغم قلة الجماهير المتواجدة لنادي الطلبة وأغلبهم من يتابعونا نعم هنا عبر شاشة العراقية الرياضية، وغيث معروفي تحدى كل شيء وقال أنا هنا، ومن يفتتح التسجيل وردا هنا التقدم، هنا العرضية شاهد. وهنا بعد ما تهيأت الكرة مرت ودخلت المرمى بهدف جميل من التونسي غيث معروفي. هذا هو كأنه يقول للطلاب، ها نحن طلاب اسمنا ونجتهد والدرس ناخذ دوره. تاريخنا بعلو النجم بالدوري علق صورة. نعم، تاريخنا بعلو النجم بالدوري علق صورة بهذا اللقاء. لكن بعد أن مضت تلك الكرة ووصلت إلى الحارس عادت الآن. الله، هنا معتز. نعم يا معتز، هنا القيثارة من جديد يعزفونها سيمفونية خضراء في ملعب الشرطة، وكأنهم يقولون لا صعب جدا أن تكون في ملعب الشرطة، فلا نستسلم ولا نتراجع. وهذا معتز شاهد كيف يمسح على الشعار بعد تسجيل هدف التعادل في ليلة الديربي في مباراة كبيرة من معتز. يسجل هدف ولا أروع ولا أجمل يا معتز. هذه الراسية بعد ما اصطدت بالمدافع ماسيس جاك خادعت الحارس وجاءت بهدف التعادل. هنا القيثارة بدأت بعزفها. نعم، القيثارة التي دائما هي ما تعلن عن انتصارها لمصلحة الشرطة من أمير صباح باللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، ومحاولة وتسديدة قوية. الله يا معتز،
الله 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 يا معتز. نعم للقيثارة مرة أخرى تعزف سيمفونية القيثارة بلحن الصبا بلحن الصبا بطور العجم. يسجلون الهدف الثاني هنا في ديربي العاصمة بثاني أهداف المباراة، ومعتز نعم يسجل الهدف الثاني في المباراة للقيثارة بثاني أهداف المباراة من اللاعب التونسي. يعود مرة أخرى باللحظات القاتلة ويسجل هدف ثاني من خارج منطقة ال18 بتسديدة قوية زاوية قاتلة. نعم وصعبة جدا. بهذه التصويبة مرت من بين اللاعبين، اسكنها الشباك بكرة صعبة خادعت الجميع من المدافعين الى الحارس. راح يتقدم امير يحاول المرور، نظرة ثاقبة من امير وصلت والثالث يأتي. الله هنا القيثارة مرة اخرى تعزف لحن الانتصار. هذا الامير الذي يتألق ويعلن عن هدف ثالث وبخطأ من المدافع. تعزف القيثارة ألحانها، تعزف القيثارة سيمفونيتها الجميلة هنا بملعب القفص. يستحيل أن تخرج بالنقاط لطالما تلعب أمام الشرطة بأرضها وأمام جماهيرها. من الصعب جدا أمير يسجل الهدف الثالث في المباراة وبلقطة جميلة. نعم يقومون بقراءة سورة الفاتحة ترحما لشهداء العراق الأبرار. وبهذه اللقطة المثيرة شاهد هنا الهدف تهيئت الكرة، لكن حسين أراد أن يخمد الكرة وأن يهيئ الكرة لكنها طالت وخادعت الحارس فهد طالب وذهبت للزاوية البعيدة. أعلنت عن الهدف الثالث في المباراة. القيثارة مرة أخرى عزفت القيثارة بلحنها الجميل بلحنها المعتاد بالثلاثية للسيطرة على مجريات المباراة، وهذا ما منحه الأفضلية بالتقدم بنتيجة المباراة. لكن المحاولة لا زالت مستمرة حتى الآن. ممكن الله هذا هو علي يوسف. عاد ليؤكد للأنيق بأنهم متواجدين. الأنيق بهذه المباراة يعدل ويقلص من نتيجة اللقاء رغم التأخر، لكن علي يوسف يؤكد على هدف تقليص الفارق كي يقول كلمة الطلبة: لا انكسارات ولا كبوات تثنينا عن حبه، تعلقت أرواحنا به فعشقناه، فهذا هو الطلبة. شق الطريق نعم وشب الحريق في مرمى الشرطة بهدف تقليص الفارق من اللاعب علي يوسف. علي يوسف يسجل الهدف قبل الالتحاق بصفوف منتخبنا الوطني. الإصابات التي تعيق أكيد سير المباراة. شوطة الله زيد اسماعيل، هذا هو القاتل، هذا الذي يعيد الامل، هذا الذي عاد الامل للأنيق للطلبة مرة اخرى. هنا سيناريو 98 99 يتكرر نعم بملعب الشرطة. يفعلونها الطلبة، يعدلون نتيجة المباراة في الوقت القاتل. وسهلا بكم. احداث شوط المباراة الثاني من مباراة الكرخ والميناء. تركنا الشوط الاول ينتهي بتعادل سلبي من دون اهداف هنا في ملعب الكابتن الراحل شرار حيدر، وشوط المباراة الثاني عليه الآمال والأنظار من الجماهير العاشقة للفريقين من المتابعين والمحبين لدوري نجوم العراق، على أمل أن تأتي الأهداف وتعطي المباراة جمال خاص يعطى لها عندما تكون الأهداف تزين النتيجة. وبالتالي هنا التدخل الأول فيه مخالفة لهذا الرجل. أنا أشيد دائما وأبدا بحسين زياد،
لعب إمكانية، لعب مميز، مثل يونس غني، مثل الكثير من اللاعبين في هذا المركز. وهنا كرة في الوسط، التغيير أجري في هذه اللحظات. 3 من الكر غادروا، مصطفى رميض مع حسن علي برهي ونانج مامادا سورو، دخل ثلاثي مع مغادرة ثلاثي، وهذه كرة تلعب إلى الأمام، الرأسية حاضرة بهذه التصحيحات. هل ينجح السيد أيمن الحكيم بوضع الهدف الأول في الوسط؟ مامادا سورو، وكرة من اليمين، حسين زياد يلعب الكرة، مرت، محاولة كانت ممتازة من هذا الرجل. مصطفى يتابع، لا زالت الكرة في أرضية الملعب لكن في النهاية غادرت. وهذا البديل مصطفى رميض. 3 تغييرات أجرها أيمن الحكيم يبدو أنه غير راضي عن أداء الفرقة اليوم. فاي حسين محسن، وأعتقد محمد مصطفى هو الذي غادر، لأن شاهدنا حسن علي برهي أو من المغادر، مدخل كوفي حيدر أحمد سالم. لنرى المغادر الثالث، هذا حسن علي برهي بالرقم 15، دخل قلب دفاع، اللاعب الذي مثل الحلة والبدايات من نادي الحلة وبابل ثم القاسم، ومن القاسم إلى الكرخ. عاد الناصر يعترض وشدة الحديث في هذه اللقطات مع السيد مهند مناف، يطلب منه العودة، وأمير داود طاقم تحكيم يدير المباراة بشكل رائع جدا. هذا التدخل الذي كان قد أغضب هذا الناصر ما بين يونس حمود ومجتبى علي. في الأمام الرأسية تصل في الخلف، نعم محمد مصطفى غادر، واليوم فاي موجود. كرة تلعب إلى الأمام، حيدر أحمد سالم يبدو هو المغادر الثالث، هذا مجتبى صالح الذي سينفذ الرمية الجانبية. الرأسية حاضرة، كرة في الخلف، كيسندا، اسماء نفس الأسماء في الميناء، مرتضى علي لعب الكرة، محاولة المرور، عباس ياس ينجح في المرور من محمد خالد، يلعب الكرة في الفراغ، مصطفى قطعها، وهذه كرة تلعب، حكم أعطي مبدأ إتاحة الفرصة، يعقوبة في الخلف، محاولة وكرة تلعب. هذا حسين زياد لم يتحدث مع حكم المباراة، مخالفة والدفع من مجتبى علي على حسين زياد. من الخلف تلعب الكرة، لا زالت رضا ماجي يفتكها، وحكم المباراة يعطي مخالفة لمصطفى رميض في هذه اللقطة. هذا التدخل وخطأ على رضا ماجي. إذن محمد شاكر، مصطفى رميض، وحسن علي برهي، يعقوب مجتبى صالح، اليون فاي، يونس غني، ومامادا سورو، حسين زياد، محمد خالد كوفي، يونس حمود. هذه الكتيبة الكرخية إلى الآن في أرضية الملعب. مجتبى صالح بالحل الفردي مع يونس حمود، كرة سريعة، تعود المحاولة في انتظار التحولات. هذا مامادو، الله الله الله،
نجم المرابطون هنا يضرب بقوة، هنا يسقط الأشرعة، هنا يضع الهدف الأول. تغريدة الكناري بهدف عالمي عالمي عالمي. الفينيشنج يدرس، الفينيشنج راقي، ويتنفس السعداء أخيرا. تغييرات ولمسة الحكيم أتت بحكمة بالهدف الأول. لاحظ هنا الكرة العالية التي وصلت، مصطفى يلعبها وكما يشتهي، والفينيشنج فرنسي 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 بامتياز. والاسمراني الموريتاني يضع كرة يسكن فيها الشباك ويسكن فيها عبد سليم حماد في مكانه. لاحظ الهدف ولاحظ الكرة هنا، المحاولة بيمنى قاذفة أرسلت إلى مرمى الميناء. يواصلون العهد، يواصلون المسير على أنهم أصحاب الأفضلية، على أنهم أصحاب الريادة. وهدف كرخي بغدادي موريتاني خالص هنا في قلب العاصمة. هنا تغريدته المعهودة في بيته، في ملعبه، في مكانه، ويستمرون في عطاء مميز. التغيير، مامودو يضع الكرة، نانجا وضع الكرة في الشباك، وهذه عودة إلى الخلف. هدف جميل جدا حقيقة، هدف رائع جدا. وكرة تلعب إلى الأمام، محاولة الرد الآن، رضا ماجي في انفراد، هذه كرة عند المغربي قد يفعلها يا ياسين إلى خارج أرضية الملعب من سامية. الكرة الأخيرة، مباراة اشتعلت في شوط المباراة الثاني، مباراة لها شكل ثاني يا مساعد الحكم. وبالتالي مصطفى محمد هل رفع الراية في القرار الأخير في المحاولة الأخيرة. مباراة جميلة، دخول رائع جدا، والكتيبة الكرخية بدأت شوط ناري، حضور رائع. وهذا اللاعب الذي أعطى ثقة، هذا عبد سليم، لعب كرة باتجاه رضا ماجي، ورضا انفرد، وهذه ما تضيع يا رضا، ولو أن ربما حدث تسلل. ياسين سامية، نعم تسلل في اللقطة. تغييرات ثلاثة، وضعت الكرخ في المقدمة. حسين زياد يعاني، وهنا تدخلات، محاولة مرة أخرى تلعب في الأمام، السلام بالصدر، ممتازة ياسين، يلعب الكرة ياسين، سهلة. محاولة الميناء بمحترفيه أن يعود إلى المباراة مثلما تقدم الكرخ بمحترفيه. هذا تويسلا كيسندا واضح في لقطة. مامادو الوافد من الوحدات الأردني، نانجا مامادو سورو، وهذه كرة تلعب عالية في منطقة الجزاء. حمود لهدف، وحمود لزيارة جديدة بعد الثنائية في الذهاب، يريد أن يضع الثالث في الإياب، لكن لم يكتب ليونس حمود. سريع من عبد سليم، عبد يتقدم يبحث عن من، ينظر إلى من، يلعب الكرة طويلة، محاولة استغلال تقدم دفاعات الكرخ، لكن سامية متأخر، مهند عبد الرحيم متأخر. أنا برأيي سيد حسين عبد الواحد يحتاج إلى التنشيط في الخط الأمامي. محمد قاسم نصيف، بيليف، أمور قادرة على التدارك. كرار جعفر لاعب لا تعلم ما هي مشكلته، مهارة مهارة، تسجيل تسجيل، سرعة سرعة، كل شيء في كرار جعفر، لكن الاعتماد متى يتم؟ المشكلة في من؟ لا تعلم. لاعب حقيقة بإمكانيات عالية كرار جعفر. أيضا هنا كرة في الوسط، وعند حارس المرمى في انتظار إرسالها لمنطقة الوسط محمد شاكر. يواصلون المباراة 44 في لقاءات الفريقين. مشاهدينا الكرام، في الكرخ يتقدم بهدف مقابل لا شيء، وهذه الكرة في الخلف في إبراهيم. أين الزميل؟ أين القريب؟ هذه محاولة، حسين زياد يبحث عن ثاني، قد يضع الثاني. محاولة الآن، عملية المرور، مجتبى وحسين زياد بالسرعة يمر، ومخالفة يقول حكم المباراة، ضربة حرة مباشرة على حسين زياد في هذه اللقطة. وهذا حسين زياد، والكرة التي كانت حاضرة أمل كبيرة تعقد على مباراة الملحق، في انتظار أن نصل، في انتظار أن نعود إلى المكسيك مرة أخرى. تاقت حضارة الأزتيك لعناق حضارة ما بين النهرين. اشتقنا
إلى أن نرى المكسيك وكأس العالم مرة أخرى، لكن أن نواصل ليس فقط في مباراة ملحق، انتظار أن يعود نخيلنا للشموخ هنالك في بلاد الشمس، والكل يتذكر قذيفة أحمد راضي في مرمى الشياطين الحمر في مرمى بلجيكا، ونتمنى أن تعاد اللقطة، تعاد القصة بجيل جديد بطموح جديد في 2026. كرة وصلت وهنا تدخل، لكن محاولة مصطفى نزعة هجومية ممتازة عند هذا اللاعب مصطفى، وهذه كرة تلعب عباسياس، محاولات لا زالت، عملية ضغط الآن، تناقل الكرات، سرعة في المرور والتدخل من كيسندا أو هذا اللوفلو. مصطفى البديل، والكرة التي تلعب عالية، محاولة الوصول، يونس حمود، يونس حمود لهدف أوه. ماذا يا حمود؟ وبماذا كنت تفكر يا حمود؟ وكيف ضاعت يا يونس؟ أهداف الكرخ، ضيع كرة الثاني، ضيع كرة الختام. لاحظ هنا عملية المرور والوصول والسقوط الذي كان لمرتضى علي، لكن يونس حمود ترك مامادو الذي كان ينادي واحد يا يونس، وحسين زياد في مكان والكل ينتظر، ولكن الختام لم يكن هو الختام. وهنا بارقة أمل قد تكون للميناء. محاولة تلعب الآن مرة أخرى من الخلف، مصطفى يبحث عن زميل مصطفى في انتظار حسن علي برهي يلعب الكرة إلى الأمام، يحاول ويبحث عن من؟ مرتضى علي في تدخل من أمام يونس حمود. خطورة كبيرة في الكرات العالية الساقطة في منطقة 18 ياردة للاعبي الكرخ. حقيقة عندما يصلون إلى هذه المنطقة التي يتواجد فيها دفاعات وحارس مرمى الميناء تبدأ مؤشرات الخطورة تظهر. مصطفى وفي انتظار تنفيذ الرمية الجانبية، يلعب الكرة في مكان وقطع الكرة حاضر من أمام محمد خالد. رضا ماجي يلعب كرة إلى الأمام، رضا عملية إرسال الكرة، البحث عن كيسندا في كرة وصل إليها مهند مع ياسين سامية، مرور ياسين، يحاول ياسين، يتقدم ياسين، يلعب الكرة طالت، كرة قوية وصلت مباشرة إلى محمد شاكر. هذا ياسين سامية الذي حاول سجل الهدف في شوط المباراة الأول، ألغي بوجود حالة التسلل. والآن ماذا؟ الآن نلعب على تقدم الكرخ بهدف مقابل لا شيء. هو هدف، وأي هدف، هدف جميل جدا رائع في تسديد اللاعب، في التموقع، في المكان الذي ذهبت إليه الكرة، وطريقة التسجيل الرائعة. إذن هدفين في 4 مباريات إلى الآن. يعني الأولى انتهت ما بين النفط والطلبة والنفط في الرمادي بتعادل سلبي، ديربي دهوك سلبي، والموصل خاسر من الكهرباء بهدف مقابل لا شيء. ختام مع القرمة وبغداد في 9:30. هنا محاولة، المباراة التي ستقام على هذا الملعب بعد هذه المباراة. كرة عالية إلى الأمام، المحاولة في انتظار يونس، ولكن عبد سليم مرة أخرى، عبد يرسل كرة في الأمام، ياسين سامية وحسن علي برهي، شجاعة من حسن علي ومتابعة ياسين. مهند عبد الرحيم، تدخل وكرة العالية التي تلعب في هذه اللحظات. مرة أخرى يونس غني، مامادو صاحب الهدف، حسين زياد في الجانب المقابل ينتظر، وكرة وصلت إلى الميناء. إعادة الكرة من إبراهيم، ينقلها في الأمام، هي تريد الكرخ، هي تريد الكناريا. يونس، محمد خالد كوفي على يونس غني، يرى حسين زياد بمرآة لا يرى فيها إلا هو، وهذه كرة تلعب الآن مرة أخرى، تصل الكرة لصالح مجتبى صالح في انتظار عرضية، مجتبى يلعبها في منطقة الجزاء، إبراهيم يبعد ويونس حمود بالكنترول. رضا ماجي هذا قادر على الخروج تحت الضغط، لاعب المهاري لا يمكن أن تخاف من أن لا يخرج. وهنا يونس حمود يعاكس الكلام ويعاكس التحدي ويمر ويمرر. محمد خالد يلعب الكرة إلى مامادو، ولكن الميناء سلم من الكرة الأخيرة. هذا حسن علي برهي اتجاه مصطفى،
سريعة ياسين سامية، مرة أخرى تقدم من حسن علي برهي. أين الزملاء؟ يونس غني القريب إلى مصطفى. يونس يحاول القراءة ومصطفى يلعب الكرة العالية ويعي جيدا مكان وموقع المهاجم، لكن يدفع الكرة والخروج من الضغط. تفضل هذا بعد ساعة من اللعب 1-0 بقذيفة مامادو. أيها الأحبة نواصل ونستمر. مرة أخرى إلى الخلف وكرة عالية ترسل والرأسية إلى خارج أرضية الملعب من يونس غني. بدأ يتمحور رفقة اليون فاي بعد مغادرة حيدر، عاد إلى الخلف قليلا للاستفادة من محمد ومامادو في الأمام، حررهم تقريبا بإعادة يونس غني وتموقع يونس غني في المنطقة المحببة ليونس غني. هكذا كانت قراءة السيد أيمن الحكيم التي تفوق فيها. وهذه كرة تلعب الآن، المحاولة بكعب القدم. أين اللقطة يا مخرج المباراة؟ وهذه كرة تذهب الآن مرة أخرى تنقل إلى الأمام، واصلة وعادت للتهدئة. لقطة ولمسة، كليتش في كرة، أحمد محمود، مرة أخرى رضا ماجي. رضا يبحث عن زميل، ينتظر الممرر عباس ياس. طه الأذن بالتقدم أحمد محمود، لكن أغلقت زاوية التمرير. مرتضى علي في العمق إلى مهند عبد الرحيم. مهند عبد الرحيم يحاول المرور، هل في راية؟ هذه كرة تلعب الآن والكرة تنقل. مهند ومحمد شاكر، والراية تحضر في هذه اللحظات. راية حضرت من مساعد الحكم. سلامات لاعب كبير في مواجهة حارس مرمى مميز، مرمى يؤدي أدوار محمد شاكر في المباراة. لاحظ هذا التسلل الذي كان، وصلت الكرة إلى مهند وأعطيت إتاحة الفرصة، وعادت المحاولة مرة أخرى. محمد شاكر في انتظار تنفيذ، في انتظار إرسال الكرة إلى الأمام. الرأسية الأولى حاضرة، فيها مجتبى علي يتقدم. كليتش في الأمام، مهند يحاول، وهذا ياسين سامية. سرعة كبيرة عند ياسين سامية وياسين عدنان إلى الخلف. مرة أخرى يونس حمود، كرة في الأمام. مامادو صاحب بصمة الهدف، صاحب رسمة الهدف، صاحب اللوحة الجميلة لهدف. وهنا تعود الكرة إلى مرتضى علي. مرتضى مرة أخرى مينائية في هذه اللحظات. زاخو يتقدم بهدف. أمجد عطوان على دهوك. هنالك في ديربي المحافظة، هنالك في إربيل. مرة أخرى تعود كرة في الخلف، تهدئة من مجتبى علي. تعيد الكرات ومحاولة ياسين سامية. عدنان ولده ياسين يحاول فيها. الكرة التي تلعب إلى الأمام، المحاولة الآن. قيمة المحترف في هكذا كرات، في هكذا حضور. لا أعلم كيف لعبت هذه. محمد خالد كوفي، وهنا اللقطة، وهنا كرة تلعب من ياسين. مرتضى علي، كرة ومحاولة لمن الآن؟ إبراهيم. اقترب ياسين، اقترب مهند. محاولة الخروج لم يكتب لها النجاح، لكن سرعة الاستعادة. أحمد محمود تقدم سامية، لعب كرة أحمد محمود باتجاه خاطئ. روبن عباس ياس يفضل الكرات البعيدة. مرتضى علي يطلب منه التقدم الآن. بيليف يحاول بيليف. آطيموين ينتظر زميل. الكرة الثانية الآن فيها تقدم، فيها وصول، فيها اختراق، فيها كرة تلعب. الكرة التي تلعب إلى الخارج، والحكم يقول ركلة مرمى في هذه اللحظات. مهند عبد الرحيم يغادر. بيليف يشترك في هذه اللحظات. نيجيري بغية الحصول على الهدف، يغير في الأمام، ينشط في الأمام السيد حسين عبد الواحد. بيليف صاحب الثنائية في مرمى نفط ميسان هذا الموسم، في أول مباراة
للميناء في الجولة الأولى في مباراة 3-1، وإلى الآن غاب بيليف عن التسجيل لكنه حاضر في المباريات. كرة عالية إلى الأمام، محمد شاكر تلعب وتصل، مامادو الموريتاني، عملية المرور، كرة في الأمام واصلة، وحسين زياد أتعب مجتبى علي في المباراة. حسين زياد يجري ويحاول، ومجتبى صالح عملية الربط الآن من الجهة اليمنى، تلعب وتصل وتعود مرة أخرى، فرصة وكرة جديدة فيها تقدم. رضا ماجي بالسرعة يحاول، ولكن الكرة كانت بعيدة عن الاتجاه الحركة لهذا اللاعب، لذلك وصلت إلى محمد شاكر. ضغط من رضا ماجي هنا الذي لعب الكرة. تعبت من المباراة، تعبت من الجري، واضحة الملامح. ياكوبا كان واضح، وهذه كرة ورأسية مجتبى علي، عاد كرة سلامات ليونس حمود، مرة أخرى كرة في الأمام ترسل، إبعاد الكرة من جانب حسن علي برهي، دفع البديل الذي دخل في شوط المباراة الثاني من مدينة الحلة، الذي بدأ في نادي الحلة، حسين فلاح مع علي ماجد. وهنا كرة في الخلف الذي بدأ من نادي بابل، هنا كرة وعملية تقدم إلى الأمام. حسين زياد سريعا تلعب هذه الكرات وترسل عالية، من الخلف كرة في الأمام ترسل. بيليف في عملية انفراد، يتباطأ بيليف، لف ودار، بيليف للتعديل، ومحمد شاكر. هل كان متأكد بيليف من أنه في موقف متسلل؟ تلف بهذه اللفة حكم المساعد مصطفى محمد. هنا الكرة التي مر فيها بيليف، وصل وتموقع إبراهيم ويونس حمود، غاضب الغيني، إبراهيم آتيم وين، كرة ورأسية واصلة إلى رضا ماجي. تغييرات الكرخ أتتك بجواب، لكن تغيير وحيد في الجانب المقابل، يراهنون على هذه الأسماء الموجودة. ميناء نسق الانسجام بعيد. ياسين سامية المتبقي، عملية التقدم الآن، لاعب مثل كرار جعفر يأتي ويجري ويصل بالكرات إلى ياسين ورضا ماجي أيضا، ربما يكون الحلول أكبر. هنا كرة وعملية التقدم، سلامات يا حسين يا زياد، تلعب الكرة عكس الاتجاه، الكونتر اتاك الآن، المرتدات. بيليف يلعب كرة إلى عباس ياس، أخذ دور القيادة بعد خروج مهند عبد الرحيم. رضا ماجي هل استنزف اللياقة البدنية؟ بيليف ممتازة من بيليف، والتصدي رائع من محمد شاكر، حاضر محمد شاكر، واستبسال بتصدي وقراءة رائعة. مرة أخرى تعود الكرة الميناء في الأمام، أحمد محمود اعترض طريق الكرة لإيقافها. هنا كيسندا لا زال يراهن على اليمين بوجود كيسندا. السيد حسين عبد الواحد في كرة تلعب، عباس ياس سهلة وقريبة. بيليف، لمن يا بيليف؟ وسط الملعب في انتظار إيجاد الحلول. بيليف وأحمد محمود، كلاسيكية الحلول عند الميناء هذه لا تعطيهم هدف، تعطيهم طابع تقدم، لكن لا ندري ما سيجري في قادم الوقت. لحظات أخيرة وندخل دقيقة 70. رمية جانبية سريعة
محاولة عند بليف دائما وأبدا. ياسين وحدة في الأمام، إضافة من رضا ماجي، عودة إلى الخلف أحمد محمود، عملية تمرير مرتضى علي. إبراهيم بطء في التحضير للميناء، اتخاذ القرار في التمرير في الانتشار، إشكاليات كثيرة فيه. كرة تلعب مرة أخرى عباس، تسديد من خارج منطقة الجزاء الذي أتى بجدوى ياسين سامية ومحمد شاكر. قراءة حارس بارع وصل إلى الكرة، بينما كان التفكير في أن يأخذ الانفراد ياسين عدنان سامية. وصلت الكرة الأخيرة إلى حارس المرمى محمد شاكر، بينما هذه الكرة تلعب إلى الأمام. ياسين متقدم، ياسين يحاول الوصول إلى الكرة، يتلاعب، ينتظر المساندة عباس. ياس وراية المساعد حاضرة، راية المساعد حاضرة على وجود ياسين سامي الأخير. لاحظ هنا اللحظة وراية أتت من المساعد. بينما كرة من الخلف بدأت لعب 1-1 في مباراة الموصل والكهرباء. هذا الكف إبراهيم غازي، النقص العددي الذي بات في صفوف الكهرباء بطرد لوكاس سانتوس. هنا كرة تلعب إلى الأمام، فرصة يا مامادو، أنت سجلت الصعبة وأخطأت في تكنيك كرة سهلة، والآن تحول من الجانب المقابل. كيسندا يحاول، مجتبى صالح شرس مجتبى. هنا كرة في الوسط، يونس غني، سلامات لمجتبى صالح، يطمئنون على سلامة الزميل. هنا أيضا حكم المباراة يأتي للاطمئنان على سلامة مجتبى صالح في التدخل الأخير ما بينه وما بين كيسندا. آخر 1-0 بين الفريقين كانت في 26/10 من عام 2016 في الجولة السادسة. يومها سجل عمار عبد الحسين هنا في هذا الملعب، وهو آخر انتصار لميناء في بغداد، وهذا الهدف الجميل جدا الذي يعاد ويعاد ويعاد، هو من أجمل الأهداف في هذا الموسم، أهداف جميلة هذا الموسم. لاحظ مامادو وطريقة الإنهاء والتسديدة الرائعة والجميلة جدا التي وضعت على يمين الحارس عبد سليم حماد. إنما آخر 1-0 للكرخ في 26/10/2002. المعلومة أن شهر مارس اللقاءين جمع الفريقين، الأول انتهى 1-1 والثاني انتهى 1-0 للميناء مخلص ستار في عام 2003 في 14 من مارس في ذلك التوقيت. وإلى الآن شهر مارس فيه جواب جديد. كرار جعفر سيحل بديلا في الدقائق القادمة علي، وكرة تلعب مرة أخرى، تصل في هذه اللحظات ناجي ناصر. اسماء التي اعتمد عليها حسن أحمد عندما كان مدرب للميناء في موسم العودة 23/24. الفريق خسر هنا بال4-1 وال4-1 مرتين فعلها الكرخ بالميناء. وهذه كرة ورأسية، محاولة العودة عالية من مرتضى علي وإلى خارج أرضية الملعب. إذا من المغادرين في هذه اللحظات؟ لاعب من الوسط أعتقد أحمد محمود. نعم أحمد محمود. البديل ناجي ناصر ابن الميناء ابن المدرسة. كرار جعفر الموهوب الحريف يدخل بديلا لمن؟ أعتقد كيسندا سيغادر من الجانب المقابل. كيسندا مع أحمد محمود،
التوقع في محله. هنا ناجي ناصر وكرر جعفر بدلاء للتنشيط في منطقة وسط الملعب والجهة اليمنى للهجوم. بات على السيد حسين عبد الواحد استمرار التغييرات حتى يصل إلى محور العودة وهو هدف التعادل. إذن كرة من عبد سليم. عبد البحث عن زميل كرخ الذي حقق 10 انتصارات إلى الآن، بينما الميناء حقق فقط 7. 6 مباريات خسرها الكرخ وتعادل في 8، والميناء خسر 10 وتعادل في 7، والأفضلية للكرخ في هذا الموسم بشكل كبير. محمد خالد كوفي اكتفى الحكيم ب3 تغييرات. كرة مرة أخرى شاهد كرخي آخر يشارك، ربما يدفعون بمحمود خليل. الآن يهيئ لتغيير جديد أيضا أيمن الحكيم. مرة أخرى صهيب رعد قادم. كرة تلعب الآن، دفع الكرة باتجاه رضا ماجي. عباس ياس، رضا يأخذ ركنية في هذه اللحظات. صهيب رعد، محمد خالد كوفي أو حسين زياد، من سيغادر في هذه اللحظات؟ القرار عند أيمن الحكيم. صهيب سيحل بديلا في الدقائق القادمة. محمد شاكر، كرة على يسار حارس المرمى. رضا ماجي سريعة، قرار جعفر في أول طلعة هجومية الآن، يلعب الكرة باتجاه عباس ياس، ومصطفى يبعد الكرة مع يونس حمود. كرة ومحاولة تلعب في هذه اللحظات وفي منطقة الجزاء، فيها خطورة كبيرة للميناء. عباس ياس يحاول، لا زالت الكرة تباطؤ من لاعبي الكرخ في الإبعاد. تعود الكرة للميناء، قد يكون وقت العودة الآن. تبعثرت الأوراق في الكرخ والميناء يتقدم إلى الأمام، يربك الفريق الأبيض. وهنا عباس ياس يحاول مرة أخرى، عباس قد يفعلها لكن قطع الكرة حاضر من محمد خالد. إبعاد الكرة، وحكم المباراة ماذا يقول في هذه اللحظة؟ هذا عباس ياس كابتن الفريق. عباس كان متسللا في هذه النقلة، ورائة المساعد أنهت الصراع الأخير على الكرة. صهيب رعد، ومن البديل؟ تغييرين تبقيا للسيد أيمن الحكيم. يونس حمود هو المغادر، ادفع بمامادو ويستفاد من صهيب على اليمين بنظر تواجد حسين زياد بداية من النفط. صهيب رعد، اسماء الشابة ايضا عند حسين فاهم بالرقم 27، سيد أيمن الحكيم، ورسول أحمد بالرقم 18. هذه الكرة والخطورة الأخيرة التي كانت على مرمى محمد شاكر. هنا كرة وعبد سليم يغادر ليحصل على هذه الكرة. أيضا نور الحسين، علي قاسم يوسف، ومؤمل راشد، خيارات مطروحة. زيدان عبد الجبار، بستري آخر موجود في الكرخ. نور الحسين فلاح، اللاعب الذي بداية من نفط البصرة ومثل القاسم في الموسم الماضي ومنتصف هذا الموسم انتقل إلى نادي الكرخ، كان من اللاعبين الذين أشرف عليهم السيد أيمن الحكيم. كرة تلعب على طرف رضا ماجي.
3 لاعبين من نادي الميناء في الأمام. رضا يلعب الكرة إلى البديل ناجي ناصر، يبحث عن سامية، كرة طويلة من ناجي. محمد شاكر 10 دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي. موصل يقلب الطاولة على الكهرباء بهدفين مقابل هدف في دهوك. الأهداف التي غابت عن أول لقاء حضرت في 3 لقاءات متتالية تواليا. هنا الكرة التي تلعب بالتوالي 3 لقاءات في هذا التوقيت، والأمور فيها أهداف. كيسندا، هذا كليتش، كيسندا غادر، مجتبى، تمريرة، تعب يصيب العناصر لفريق الميناء. مرة أخرى عباس ياس يبحث عن حل. رضا ماجي والحوار قائم. أيمن الحكيم يتطلع للانتصار 11 هذا الموسم، يوفر أدوات النجاح بإدارة مميزة، بإدارة تعرف ماذا تريد من الانتدابات. هنا المخالفة، لمسة اليد على رضا، والحكيم في قراراته، الحكيم في إدارة المباريات ينجح في استعادة نغمة الانتصارات إلى الآن. مامادو وعبد سليم يغادر ليحصل على هذه الكرة. إبراهيم كليتش في كرة عالية تلعب وتدخل حاضر، مخالفة لكرار جعفر. مساعد قريب أعطى مخالفة على مجتبى صالح. ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. هذا عباس ياس على التنفيذ. وكرة وإعادة للقطة المخالفة. عباس ياس، الكل ينتظر عرضية عباس تصل في منطقة الجزاء الرأسية الأولى للتعديل الآن، ومحمد شاكر ينقض على الكرة من بين الجميع ويصل إليها محمد شاكر. حارس بعطاء كبير. موسم ثاني مع الكرخ، أمور طيب. هذا عبد سليم، يلعب الكرة سريعة. عبد تمرر في هذه اللحظات، تمريرة وعلى الانفاء يقطع الكرة. حسين زياد يحاول، حسين زياد ينجح في المرور. حسين زياد في انتظار الاختراق. حسين زياد يمر من ناجي، عملية المرور، وصل حسين زياد يبحث عن هدف. حسين زياد قد يمرر، يسدد، كرة تعود مرة أخرى. تعب حسين زياد من الجري في الكرة الأخيرة. هنا محاولة، كرة تلعب. يونس غني، مصطفى يحاول. عباس ياس، كليتش، ياسين سامية، مجتبى بكرة. تعود في الوسط لصالح الميناء. عباس ياس مرة أخرى. رضا ماجي وعباس. ناجي ناصر واحدة في الوسط، يطلب كرة والكل ينتظر. كرة باتجاه كرار جعفر ومباشرة إلى محمد شاكر. كان ينتظر كرة بسرعة كرار جعفر. كرة تلعب. حسين فاهم بديل القادم، ومحاولة أتوخذ جميلة. مامادو يعاني في انتظار أن ينهض مامادو. هذا يونس غني حاول تحكم برتم وسير المباراة. وهنا كرة
سلامات لمامادو إبراهيم في كرة سريعة تلعب. رضا ماجي، تعب رضا ماجي، إرهاق على رضا، وهذه كرة عالية للتعديل. يا ناجي يا ناجي يا ناجي يا ناجي، ماذا فعلت يا ناجي وماذا ضيعت؟ رأسية أولى جميلة من كرار جعفر، وناجي ناصر ضيع كرة التعديل. محاولة العودة إلى المباراة. لاحظ لاحظ عملية المرور من رضا، عالية على رأس كرار يضرب الأولى بالعارضة، تعود إلى ناجي والمرمى أمام ناجي، لكنه ضيع الكرة ولعب كرة بعيدة عن المرمى وعن التموقع الأخير. لاحظ هنا الرأسية الأولى من كرار جعفر والعارضة ردتها حتى عاد ناجي سدد كرة أمام مرمى مفتوح وكيفما يشتهي وما يريد، لكن ضيع المحاولة، فرصة العودة ضاعت. سلامات لمامادو، يسقط على أرضية الملعب في هذه اللحظات. ملقى مامادو، هنا التدخل الأخير ما بين مامادو ومرتضى علي. سلامات للموريتاني، يطلب اللعب الحكم مهند مناف. إذن في انتظار أن تستكمل الأحداث مشاهدينا الكرام. انتظر أن تستكمل الأحداث. والحديث إبراهيم يأخذ ورقة صفراء. هذا الحديث الأخير. بطاقة أخرى على محمد شاكر من السيد مهند مناف. هذا محمد شاكر الذي تلقى الورقة الصفراء الأخيرة. كرة عالية في انتظار عودة مامادو في هذه اللحظات مع إجراء تغيير آخر. فيها كرة ومحاولة تلعب. تغيير تم. حسين فاهم بدلا من حسين زياد. كذا هي قرارات السيد أيمن الحكيم. وكرة تلعب. كرار جعفر أعطى خطورة. محاولة الآن مجتبى صالح وكرار يحاول من أمام مجتبى إلى رمية جانبية. المنتخب الأولمبي حسين فاهم يشترك في هذه اللحظات. عباس ياس يغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات. محمد قاسم نصيف بديلا. يتجهون إلى الهجوم. حسين فاهم بكرة ومحاولة، يمر في الأولى، الضغط في المجتبى في الثانية. ميناء لحظات أخيرة للبحث عن هدف، لحظات أخيرة البحث عن عودة. يدفعون بالهداف محمد قاسم. الانتشار اليوم فاي بقراءة رائعة. هذه كرة تلعب إلى صهيب رعد، لكن كليتش يقطع الكرة. رضا ماجي في الخلف. ناجي ناصر ضع كرة وضع هدف تاريخي لناجي في اللقاءات. تعود المحاولة. الدقائق الأخيرة أيها الأحبة، ثواني أخيرة على نهاية الوقت الأصلي. 1-0. مامادو سجل هدف جميل ورائع جدا. إلى الآن يتغلب فيه الكرخ، والكرخ يتجه صوب الدفاع للحفاظ على الهدف. محمد قاسم نصيف يحاول المرور بكرة تلعب. هذا صهيب أدوار دفاعية كل الكرخ في مناطقهم للعودة. هرب كرار جعفر، لكن الأقرب يبقى دائما وأبدا محمد شاكر. هذا الذي كان قريب في الكرة الأخيرة. إذن
الكرة ذهبت إلى حارس المرمى والثبات عند محمد شاكر، عند إنذار، دفع بالكرة سريعا. مامادو لوصول جديد، محاولة ومخالفة على مامادو. كرخ يعزز مركز الثامن، وزاخو أيضا يعزز مركز السابع. هكذا هو العنوان. زاخو متقدم في ديربي المحافظة، وفي لقاءات يتفوق فيها الكرخ تاريخيا يتقدم الآن الكرخ بهدف مقابل لا شيء، باحثا عن فوز الثامن عشر. حسين فاهم البديل. الكرة التي كانت فيها تدخل مجتبى علي، تلعب مرة أخرى، الرأسية حاضرة، والكرة التي تعود في هذه اللحظات من جديد لصالح الكرخ. حسين فاهم في الجانب المقابل، دقائق الخمسة الأخيرة على الختام، الوقت المضاف مرة دقيقة، في انتظار دقيقة ثانية تمر وحتى نبلغ الخمس دقائق والنهاية لهذه المباراة. كرة تعود من جديد، في الوسط إبعاد الكرة، لحظات صعبة، لحظات حاسمة، التحفظ موجود في الطرفين. ياسين بليف يتقدم، ياسين يحاول المرور لكن سرعان ما قطعت. التقدم من صهيب، مامادو في المكان والمدى البعيد، صهيب يبحث عن من يأخذ كرة لقتل الوقت. صهيب، لاحظ ضغط على صهيب، يونس إلى مامادو أو لمن في الجهة البعيدة. حسين فاهم وقف على الكرة، والتغطية حاضرة من كرار جعفر. ليأتي عبد سليم للحفاظ على الكرة الأخيرة، لم يتصرف بشكل صحيح لاعبي الكرخ في هذه اللقطة. عبد السليم وحسين فاهم، هذه رأسية عادت إلى حسين فاهم الذي تلقى إنذار بعد المحاولة الأخيرة والاحتكاك الأخير مع عبد سليم. البديل حسين فاهم، خمس تغييرات أجراها المدرب، ثلاثة تواليا، ومن ثم صهيب وحسين فاهم ختم بهم المباراة. هذه كرة تلعب وتعود. رضا ماجي، رضا يحاول مرة أخرى الفرصة على الطرف، محاولة لبليف، بليف لعودة الميناء، يلعب الكرة عالية ورأسية من مجتبى إبراهيم، والتسلل حاضر. إذن الأنظار ستبقى متجهة صوب مباراة الملحق. لاحظ هنا التسلل الواضح وهذا حسين فاهم الذي تلقى الإنذار. مباراة تسير، وهنا إبراهيم في تغطية، محاولات أخيرة للميناء، وكرة تصل على الطرف، رأسية رضا ماجي، كنترول وتقدم صهيب، لف ودار إلى يونس غني، محمد خالد كوفي قريب، يونس بماذا يفكر؟ حسين فاهم، يونس واحدة كرة بعيدة المدى. بعد كل هذه الأحداث نتمنى أن نصبح على تأهل طال انتظاره، تصبحون على تأهل طال انتظاره، تصبحون على أشرعة تعانق ريح المكسيك، تصبحون على شمس تشرق من أستك لتنير ليل بغداد، تصبحون على جرع المداخل لتدخل أسودنا وتزأر في المكسيك مرة أخرى. كرة تلعب، عملية المرور وصلت الآن، ننتظر كل ذلك، ضربة حرة مباشرة. محمد خالد، كرة أخيرة من أجل فرحة في الكرخ، من أجل احتفال الكرخ بالانتصار 11، من أجل الوصول إلى النقطة 41. هنا كرة ستلعب
أيمن الحكيم يعطي التعليمات. أيمن الحكيم يتحدث مع اللاعبين. دهاء أيمن وكرار جعفر الذي حاول، والأوقات الصعبة المنتظرة فيها محاولة أخيرة يا محمد خالد. بطاقة صفراء، كروت خرجت كثيرا من السيد مهند مناف. بليف 3 انتصارات في انتظار موعد النهاية. كرة عالية ومحمد شاكر يبعد. رضا ماجي عكس الاتجاه، والسيد مهند مناف أيها الأحبة ينهي المباراة بانتصار للكرخ بهدف مقابل لا شيء سجله مامادو بطريقة رائعة وجميلة. مبروك للكرخ، مبروك للسيد أيمن الحكيم، هارد لك للميناء وهارد لك للسيد حسين عبد الواحد. مبروك لجماهير الكرخ وعشاق الكرخ، وهارد لك لعشاقي ومحبي نادي الميناء. الكرخ يصل إلى النقطة 41 ويحافظ على مركزه 8، والميناء يتوقف عند 28 نقطة. إلى هنا أيها الأحبة أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى موعد جديد ولقاء جديد بإذن الله.